السلام عليكم شباب أولى ثانوي، كل سنة وانتم طيبين، ويا رب تكون سنة سعيدة عليكم كلها تفوق ونجاح. النهارده جاي أطمنك بإن الماس سهل جدا 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 وما تخافش منه. ليه؟ إن أنت كنت الأول في النظام القديم اللي هو الإعدادي كان ليه نظام، والنظام الجديد ده ليه شغل تاني وحاجة مختلفة تماما. تمام؟ فعلشان كده احنا هنتكلم مع بعض النهارده، والحصة بتاعتنا ليها عنوان، العنوان بتاعها اللي هو الماس فهم مش حفظ. يعني ايه فهم مش حفظ؟ ان انت الاسئله بتاعتك لازم تكون فاهم كويس عشان تعرف تحل المسائل بتاعتك في الماس في النظام الجديد كله. خلي بالك انت زمان في اعدادي كانت الاسئله بتيجي طبعا مباشره، وكانت الافكار هي وبتيجي لك بنفس الارقام. لكن في ثانوي الدنيا بتبقى مختلفه تماما. ليه؟ ان انت لازم كل الاسئله بتاعتك تكون فهم مش حفظ. فعلشان كده انا هبدا معاك من تحت خالص، من الاول خالص. بمعنى انت كطالب اولى ثانوي انت محتاج تعرف يعني ايه ايكويجن، ان المنهج بتاعك معتمد على الايكويجن وكمان السكند ديجري. فانا هبدا معاك من الاول خالص، هشرح لك جزء جزء وهفهمك يعني ايه ايكويجن من الاول خالص. تمام يا شباب؟ تمام. طيب يا شباب، احنا دلوقتي هنسال شويه اسئله كده ممكن تكون لبعض الناس غريبه شويه، اول مره يسمعها. حاجه زي ايه؟ يعني لما اجي اسالك اقول لك يعني ايه ايكويجن، فواحد مستغرب ليه؟ ان انت متعود ان انت بيقول لك دي ايكويجن هات الحل بتاعها اشتغل على طول. لكن سؤال غريب لما اجي اقول لك سؤال زي كده، مين في الثلاثه دول يطلع لك ايكويجن؟ فانت احساسك، انا عارف احساسك ان انت هتقول لي دي صح. طب ليه بقى؟ هفهمك ليه. الايكويجن يا حبيبي لازم يبقى ليها شرطين. ايه هما الشرطين؟ لازم يكون فيها variable، يعني مجهول، حاجه مجهوله زي اكس وواي، اي لتر مش معروف، ده اول حاجه. وكمان لازم يكون فيها ايكوال، يعني دي ما تنفعش ولا دي طبعا ما تنفعش، يبقى الحل بتاعنا صح. فعشان كده كنت باجي اقول لك ان الايكويجن بتاعتك لازم ليها variable وايكوال، ده اول حاجه. طيب في حاجه بقى مهمه قوي، الايكويجن دي ليها ديجري، والديجري ده مهم جدا جدا جدا، وناس كتير كان بتتجاهله، كان هو موجود عندك في اعدادي بس ما كنتش تعرف يعني ايه ديجري او فايده الديجري ده ايه. فعشان كده هنتكلم مع بعض وافهمك يعني ايه ديجري، والديجري ده بتعمل بيه ايه. بص يا بي. بص يا شباب، دلوقتي بيقول لك اكتب لي الديجري. كل معلوماتك القديمه عن الديجري ان هو بيعرف اعلى باور للاكس، يعني بمعنى ان هنا بتشوف الاكس دي اعلى باور بتاعها 1، يبقى دي فيرست ديجري. صح؟ صح. هنا دي هنا باور 2 وهنا الاكس دي باور 1، اعلى باور هنا للاكس 2، يبقى دي سكند ديجري. كلام جميل جدا وكلام ما فيهوش مشكله. هنا ده اعلى باور 3، يبقى ده ثيرد ديجري. صح؟ مش دي معلوماتك؟ طب انا هستفيد ايه من موضوع الديجري؟ لا، فيها حاجه مهمه قوي 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 ولازم تبقى عارفها، اللي هي لما اجي اقول لك ان دي فيرست ديجري، يعني معنى كده ان الاكس ليها قيمه واحده بس اللي تقدر تشيل الاكس وتحط بدلها، اللي هي مثلا 2 بلس 5 ايكوال 7. هل في اي قيمه تاني تدينا 7؟ استحاله. فعشان كده لما اجي اقول لك ان دي فيرست ديجري لازم تبقى فاهم كويس ان الاكس ملهاش الا قيمه واحده بس. طيب لما اجي اقول لك دي سكند ديجري، يبقى اقول لك نمبر اوف سوليوشنز، فتقول لي يا مستر ده 2 سوليوشنز عشان ده سكند ديجري. وخلي بالك الاسئله دي بتتسال فيها في ثانوي ولازم تبقى فاهمها كويس، هو ده اللي احنا هنتكلم فيه النهارده بالتفصيل. تمام. هنا لما اجي اقول لك دي ثيرد ديجري، فمعنى كلمه ثيرد ديجري يا مستر معناها ان هي ليها 3 سوليوشن. تمام. وخلي بالك الكلام ده مهم. وهاجي بقى اخش على سؤال تاني او فكره تانيه، اللي هي تعالى بص كده، solution sets. find solution sets. طبيعي كل الناس تعرف تحل solution sets وبتشتغل على طول، ما فيهاش مشكله، ده سؤال مباشر ما فيهوش اي حاجه يا مستر وانا اقدر اجيبه. بس انا هسالك يعني ايه solution sets؟ هو ده بقى اللي انا عاوزك تبقى فاهم.
اوعى تعدي حاجه عليك في المنهج مش فاهم معناه. اي مصطلح قدامك كده لازم تبقى فاهم هو ايه ده ومعناه ايه. فواحد يقول لي سوليوشن سيتس يا مستر، اهو انا هودي ال2 دي الناحيه الثانيه، يبقى دي x equal 5 minus 2 عشان دي بوزيتيف هتروح نيجاتيف، وهتجي لك هنا دي 3. يبقى لما يجي يقول لك سوليوشن سيتس يطلع لك 3. تمام 100% والله، وحل صح 100%. بس في مشكله، انا عاوزك تعرف يعني ايه كلمه سوليوشن سيتس. هو ده اللي انا عاوزك تفهمه، ما تعديش مصطلح اللي لازم تبقى فاهمه. بمعنى كلمه سوليوشن سيتس يعني ايه القيم اللي ممكن تشيل الاكس وتحطها مكانها. فطبيعي تقول لي يا مستر الاكس دي اشيلها واحط 3، ملهاش تاني، ما فيش حل تاني، هو 3. ينفع تحط لها حاجه تاني؟ اكيد لا. فيبقى معنى كلمه سوليوشن سيتس يعني ايه القيم اللي ممكن اعوض بيها مكان الاكس. عشان تتاكد ان انت حلك صح، بشيل ال 3 دي واحطها مكان الاكس يطلع لك 3 بلس 2 5. طيب دي حاجه. وحاجه مهمه تانية اللي لسه قايل لك عليها من شويه، اللي هي ايه؟ ان دي equation من فيرست ديجري، صح؟ يا مستر صح. ادام من فيرست ديجري يبقى لازم يبقى ليها سوليوشن واحد بس، والكلام ده هتفهمه كمان شويه. واحد يقول لي يا مستر ما الكلام ده احنا عارفينه وحافظينه وفاهمينه كويس قوي. انا دلوقتي بتكلم على سؤال رقم 1 و2 و3، هتفهم بقى اللي انا عاوزه في 4 و5، فركز معايا كويس عشان اللي جاي هو ده اللي انا عاوزك توصل له. تمام؟ تمام. تعالى بص معايا كده، ده السؤال الاول ما فيهوش مشكله، احنا كنا بنتكلم على السوليوشن سيتس وده سؤال مباشر ما فيهوش اي مشكله. طيب تعالى نبص اللي بعده. عاوز اجيب سوليوشن سيتس ده، اول حاجه اسالك هي دي فيرست ديجري ولا سكند ديجري؟ برافو، السكند ديجري. يبقى ليها كام سوليوشن؟ 2، صح؟ يا مستر. حلو. طريقه الحل بتاع ده ليها 3 طرق تحل بيهم تجيب بيهم سوليوشن سيتس. تعالى نمشي واحده واحده. بص يا جميل، اول حاجه طبعا هتودي الفور الناحيه الثانيه، تبقى عندك اكس باور 2 ايكوال 4. في مشكله؟ بعد كده الباور ده احنا عارفين بيروح روت. حلو، بس خلي بالك ادام الروت انت اللي عامله بايدك، انت اللي عامله اهو، انت اللي عامل روت، مش يعني المساله ما فيهاش روت، انت اللي كتبت الروت، اوعى تنسى البوزيتيف اور نيجاتيف. تمام؟ فيبقى الايكوال بتاعك بوزيتيف اور نيجاتيف 2 عشان روت ال4 2. يبقى السوليوشن سيتس بتاعتك هتقول لي 2 ونيجاتيف 2. يبقى فعلا يا مستر عشان دي سكند ديجري يبقى ليها 2 سوليوشنز، وده كلام ما فيهوش مشكله. حلو حلو. طيب ايه الطريقه الثانيه يا مستر؟ قبل ما نخش للطريقه الثانيه هسالك على سؤال. لو جيت كده على جنب قلت لك روت 4 بس كده، سؤال بس روت 4 ده بقى هيبقى 2. ليه؟ عشان هو اصلا جايب لك روت 4 ده رقم، لكن لما انت كنت بتحلها في ايكويجن بيبقى الاكس دي ليها مجهولين، ليها رقمين، ليها حلين اللي هو 2 ونيجاتيف 2. تمام؟ خلي بالك من المعلومه دي عشان مهمه وناس كتير بتتلخبط وتيجي تحط هنا بوزيتيف اور نيجاتيف، الكلام ده مش صح. تمام؟ طيب ده الحل الاول. الحل الثاني يا مستر كنا بنعمل حاجه اسمها فاكتورايز، اكس واكس، واحد بوزيتيف واحد نيجاتيف عشان ده اسمه different between two square، والفور دي كانت 2 و2. بعد كده تقول لي يا مستر هنا ايكوال 0، فكنت بقسم نصين، تقول لي يا اما البراكت الاول ده ايكوال 0 يا البراكت الثاني ده ايكوال 0. حلو حلو. يبقى دي نيجاتيف 2 يا مستر وهنا بوزيتيف 2. يبقى فعلا السوليوشن سيتس بتاعتك 2 ونيجاتيف 2. صح؟ ده الحل الثاني. فعلا يا مستر سكند ديجري يبقى ليها 2 سوليوشن. طب الحل الثالث اللي هو كان بالكالكوليتور اللي هو مود 5 3 اللي هو، تعالى نشوف كده مع بعض. كنا بنحلها بالكالكوليتور ازاي يا شباب؟ كنا بنعمل مود ايكويجن 3 ايا كان بقى الكالكوليتور بتاعتك نوعها ايه. فكنا بنطلع الاي والبي والسي. في مشكله؟ ولا اي حاجه. الاي اللي هو الكوفيشن بتاع اكس باور 2 اللي هو 1. البي اللي هو الكوفيشن بتاع الاكس اللي هي فيرست ديجري. هنا مفيش اكس يا مستر يعني مفيش كوفيشن، يبقى ده ايه؟ 0. نيجاتيف 4 هتنزل هنا،
هتكتب الكلام ده على الكالكوليتر، هيطلع لك ايه؟ دوس ايكوال، هيطلع لك x1 ب2 وx2 بنيجاتيف 2 او العكس مش هتفرق. المهم هيطلع لك السوليوشن سيتس بتاعتك 2 نيجاتيف 2. بس اللي انا عاوز افهمه لك كلام طبعا يعني ما فيهوش اي مشكله، ده سكند ديجري يبقى ليها 2 سوليوشنز، هو كل اللي انا عاوز اوصله لك، ووريتك كل طرق الحل عشان تبقى فاهم كويس. طيب مستر هنا ده بيتحل ازاي؟ ادام سكند ديجري وفيرست ديجري يبقى لازم بره الايكوال زيرو، الحمد لله الايكوال زيرو. طيب هنا ليها طريقتين في الحل. الطريقه الاولى ان انت هتعمله بالكالكوليتر اللي هو A B C، بتدوس مود ايكويشن 3. تمام؟ هنا الاي كوفيشن بتاعك هنا 1، البي كوفيشن بتاعك نيجاتيف 5، هنا ده 6. هتكتب ده على الكالكوليتر يطلع لك x1 وx2، هيطلع لك هنا 2 و 3 او 3 و2 مش هتفرق يعني. بس السوليوشن سيتس بتاعتك، سامع واحد يقول لي يا مستر احنا الحاجات دي عارفينها كويس جدا وحافظينها، يعني ايه الجديد؟ الجديد اللي في اللي جاي قلت لك 4 و5 هم اللي انا عاوز اوصلهم لك كويس. طيب او كنا بنعمله فاكتورايز، فكنت بتيجي تعمل كده تفتح 2 براكتس، x باور 2 دي بتبقى x وx، هنا بوزيتيف يبقوا الاثنين ذا سيم الميدل يبقى نيجاتيف ونيجاتيف، وال6 دي 2 باي 3 هنعملهم صام يديك 5. كلام بسيط جدا وانت عارفه، انا فاهم كويس ان انت عارفه. x ماينس 2 ايكوال 0، يا اما البراكت الثاني ده بزيرو، يبقى السوليوشن سيتس بتاعتك 2 و 3. تمام؟ يبقى احنا نرجع كده جميل، نبقى متفقين مع بعض. لما تكون سكند ديجري يبقى عندها 2 سوليوشن، لما تكون فيرست ديجري يبقى سوليوشن واحد بس، لما يكون ثيرد ديجري يبقى 3 سوليوشنز. كلام جميل وما فيهوش مشكله. تعالى بقى اللي انا عاوزك تفهمه، بص معايا. بص السؤال ده انا عاوزك توقف الفيديو وتطلع لي السوليوشن سيتس بتاع ده، يعني عاوز اعرف قيم كي بكام. خلي بالك السؤال ده جه لثالثه ثانوي السنه دي، وكان طبعا مش هيجي لك بنفس الشكل، هو كان مساله كبيره، وكان الحل بتاعك عشان توصل للناتج النهائي ان انت لازم تعمل سوليوشن سيتس للايكويشن دي. وللاسف في ناس ما كانش بتاسسها كويس في الماس ومش فاهمه كويس، فعشان كده حلت السؤال البسيط ده حلته غلط. تمام؟ تمام. طيب تعالى بص معايا، لو سمحت وقف الفيديو وحل لوحدك وطلع لي الايكويشن. في ناس هتطلعها صح وفي ناس هتطلعها غلط. تمام؟ تمام. تعالى بص معايا. اول حاجه، في واحد هيودي ال2 دي الناحيه الثانيه ويعمل لك بوزيتيف اور نيجاتيف، يعني ده حد متخلف مالكش دعوه بيه، استبعده، ده ما يكملش ماس اصلا، ما عندوش خلفيه. حلو؟ حلو. طب واحد تاني جه قال لي يا مستر انا هعمل حاجه حلوه قوي. ايه هي؟ جه قال لي يا مستر انا هعمل هنا ديفايدد، بص كده، هعمل ديفايدد كي، ادام في هنا كي وهنا كي، فرحت عملت ديفايدد كي. اقول له جميل. بعدين يا مستر يقول لك دي كي باور 2 وهنا كي باور 1، هنكنسل واحده مع واحده هيتبقى لك كي، وهنا كي ديفايدد كي ب1، يبقى هنا السوليوشن سيتس بتاعتك هتبقى 1. في مشكله في الكلام ده؟ ده في مصيبه. مش مشكله. ايه يا مستر الكلام ده غلط؟ ازاي يا مستر؟ ده هو طلع 1 فعلا، ولما جيت حطيت مكان الكي 1 وهنا 1 طلع الايكوال 1 ايكوال 1، ده كلام صح. بس الحل هنا ناقص. ليه؟ عشان دي سكند ديجري، يبقى السكند ديجري لازم ليها 2 سوليوشنز، صح؟ وهو ده بقى جميل ان في ناس كتير وقعت في الغلط ده في ثالثه ثانوي. وتخيل سؤال زي كده نقص من واحد ممكن كان يخش هندسه، ممكن ما عرفش يخش هندسه بسبب سؤال تافه زي كده. ليه؟ ان هو ما عندوش معلومه ان لما تكون سكند ديجري يبقى لازم ليها 2 سوليوشنز. تمام؟ تمام. طب يا شباب تعالوا نبدا نشوف الحل بتاعنا وايه الغلط اللي حصل هنا. اول حاجه، اول غلطه ان احنا ما ينفعش نعمل ديفايدد لكي لمجهول.
ايا كان كي اكس اي لتر ما ينفعش تعمله ديفايدد. ليه؟ ان ده ليه قيمه احنا ضيعناها، فعشان كده فيطلع لك الحل واحد بس في حاجه ناقصه، ده كده يتعمل لك غلط، مش صح، ان الحل بتاعك ناقص. تمام؟ طيب تعال نبص مع بعض ونتكلم تاني. هنا دلوقتي الايكويشن بتاعتك دي سكند ديجري ودي فيرست ديجري، وانا قلت لك في الاول لو خدت بالك لما يجي لك حاجه زي كده لازم الايكوال بره يبقى زيرو وتبدا تحل، بمعنى ان كي باور 2 ماينس كي ايكوال زيرو. اقدر احل بقى كده، لما يجي لك الشكل ده تقدر تحل بكل بساطه. في طريقتين في الحل. الطريقه الاولى التقليديه، ان انت هتيجي تقول لي يا مستر انا هاخد كي كومن، عشان في كي باور 2 كي باور 1 يبقى تاخد كي كومن. جميل. هتعمل ديفايدد كي مفيش مشكله. هنا دي هتبقى كي وكي ديفايدد كي هتبقى ب1، فبتقسم نصين تقول لي اللي بره ده كي ايكوال 0 وهنا كي ماينس 1 ايكوال 0، يبقى دي يا مستر كي هتبقى ايكوال 1 وكي ايكوال 0، يبقى السوليوشن سيتس بتاعتك يا جميل 0 1. طب لو كتبتها 1 بس يبقى حلك ناقص وتنقص، غلط. اوعى تعمل الحركه دي، ان هو ما عندوش المعلومه ان احنا ما ينفعش نعمل ديفايدد كي في السوليوشن سيتس. تمام؟ تمام. فاجي اقول لك ده طريقه الحل. الحل الثاني اللي هو بالكالكوليتر، وطبعا حضرتك المفروض تبقى عارفه، ولو مش عارفه هتلاقي في فيديوهات شرح ازاي تحل فاكتورايز بالكالكوليتر موجوده عندك على القناه بتاعتنا في اليوتيوب. اول حاجه تاخد الكوفيشن بتاع الكي باور 2 كي باور 1 نيجاتيف 1، مفيش فري تيرم مفيش رقم لوحده يعني من غير كي، هيبقى 0. تعمل ده على الكالكوليتر مود 5 3 هيطلع لك اكس 1 ب 0 واكس 2 ب 1، يبقى السوليوشن سيتس بتاعتك 0 1. وده كان موضوع ان انا عاوزك تفهم كويس جدا جدا ان انت لما يكون سكند ديجري يبقى لازم يطلع لك 2 سوليوشنز. تمام؟ لا احنا كنا بنتكلم على الديجري زمان، ده باور 2 خلاص، لا ده ليها معنى وليها طريقه حل، ولازم تبقى فاهم الحل بتاعك هيبقى شكله عامل ازاي. تمام؟ ده الجزء الاول اللي انا كنت عاوز اقول لك عليه. تعال نشوف حاجه تاني. بص يا شباب، السؤال ده انا هسيبك انت تحله. تمام؟ وانا مش هحل السؤال دلوقتي، السؤال ده هخليك تدور فيه شويه، وعاوز حد يحط لي الحل بتاعه، يبعت لي الحل بتاعه، وانا هحط عليه مسابقه على الفيس على الصفحه بتاعتي، هحط مسابقه على السؤال ده. تمام؟ هفهمك السؤال واحنا بنحل. ده حاجه. وده كمان هيبقى في اول حصه معانا في السنتر او اونلاين، هتلاقيني بشرح لك السؤال ده وهفهمك الحل، وهعمل عليه مكافاه كمان في السنتر. ايه السؤال؟ عاوز سوليوشن سيت. طب يا مستر ما سوليوشن سيت دي اي حد يعرف يحلها، بس قول لي نمبر اوف سوليوشنز. فتقول لي يا مستر ده سكند ديجري، طب ما تيجي نحل مع بعض. بص يا حبيبي، احنا قلنا اتفقنا مع بعض لما تيجي تحل حاجه زي كده ليها طريقتين في الحل، يا اما تعملها فاكتورايز يا اما A B C اللي هو بالكالكوليتر اللي هو مود ايكويشن 3. تعال بص بقى كده وركز معايا وعاوزين نوصل لحل. تمام؟ فجيت عملت كده، ده اي واحد طبيعي بيعمل اللي انا هعمله دلوقتي. السؤال بقى في الاخر كوفيشن بتاع ده 1، كوفيشن بتاع ده نيجاتيف 6، كوفيشن ده 9. فعملت ده على الكالكوليتر طلع عندك اكس واحده بس اللي هي هتطلع لك اكس ب 3، مفيش اكس 1 واكس 2. فبتيجي تقول لي يا مستر السوليوشن سيتس بتاعتي 3، الكلام ده احنا عارفينه من زمان. هنا بقى السؤال، هي دي مش سكند ديجري؟ ازاي طلع سوليوشن سيتس 3 بس؟ هو ده اللي انا قلت لك هنزل لك مسابقه على الصفحه بتاعتنا على الفيس، وهتبقى في اول حصه وعليها مكافاه كبيره كمان، لو حد فاهم هيعرف يحل السؤال ده. تمام؟ يبقى احنا دلوقتي ازاي انت في دي سكند ديجري وطلع سوليوشن واحد بس. تمام؟ تمام. طبعا انت مستغرب من الموجود عندك ده 2 + 2 = 5، ازاي ده؟ ازاي؟ هو ده اللي انا بقى عاوز اقوله لك. لو انت فاهم ماس محدش يقدر يخدعك بحاجه زي كده، مع ان انا هثبتها لك وهثبتها لك رياضيا 100%. بس انا عاوزك بقى تفكر كده معايا، انا هسيبك شويه بعد ما اثبتها لك هسيبك تفكر تقول لي ايه الغلط اللي هنا. تمام؟ تمام. بص يا جميل، لما اجي اثبت زي كده ازاي تثبت لي 2 + 2 = 5؟ هثبتها لك والله، وتعالى نشوف مع بعض واحده واحده.
طبيعي مالكش دعوه بالحل اللي فوق. انا بسالك دلوقتي مش 0 ايكوال 0؟ في مشكله ولا اي حاجه؟ الزيرو ده مش ممكن اخليه 20 ماينس 20؟ مع 20 ماينس 20 ايكوال 0. والزيرو التاني ده لو خليته 25 ماينس 25 والله ولا اي حاجه، مفيهوش اي مشكله. ما ده يديك 0 وده يديك 0. طب انا هعمل حاجه تاني، هاجي هنا ال 20 دي هخليها 4 باي 5 وال 20 دي هخليها 4 باي 5 برضه. في مشكله في اللي انا عملته ولا اي حاجه؟ ال 25 دي مش دي معناها 5 باي 5 وهنا 5 باي 5، انا ما غيرتش حاجه، هو نفس الكلام. تمام. طيب هنا لو جيت خدت من هنا 4 كومن، مش هنا في 4 وهنا 4، ده ترم وده ترم، هاخد من هنا 4 وهنا 4. خدت 4 كومن، لما خدت 4 اتبقى معايا هنا 5 وهنا اتبقى معايا 5. وجيت هنا برضه هاخد 5 كومن، لما جيت هنا فك ده خدت من هنا 5 اتبقى لك 5 وهنا برضه خدت 5 اتبقى لي 5. فجيت هنا عملت حاجه، بص اللي انا هعمله دلوقتي. جيت قلت طيب لما هنا في براكت في 5 ماينس 5 وهنا براكت ماينس 5 برضه، فهاجي اعمل هنا ديفايدد 5 ماينس 5، وادام عملت هنا هعمل الناحيه الثانيه عشان الايكويشن بتاعتي ما تبص. فتيجي تكنسل البراكت ده مع البراكت ده يطلع لك 4، وتكنسل ده وده يطلع لك 5. طبعا ال4 دي هخليها 2 بلس 2 ايكوال 5. في مشكله في الكلام ده؟ ده اثبات رياضي اهو 100%، ما فيهوش حاجه. انا هسيبك بس دقيقه كده تفكر فيهم. بص 0 ايكوال 0، الزيرو ده خليته 20 ماينس 20، ما فيهوش اي حاجه. طيب هنعمل ايه؟ انت بقى لو انت ما بتفهمش ماس هتصدق وتقول ده فعلا يا مستر ده 100 ازاي ومش ازاي، وتقعد مستغرب. لكن لو بتفهم ماس، واللي احنا كنا بنتكلم عليه النهارده الماس فهم مش حفظ، ده كده واحد حافظ طريقه حل لكن مش فاهم ماس 100%. الغلط اللي حصل هنا ايه؟ تقدر تطلع لي الغلط؟ هسيبك تاني. الغلطه اللي هنا ركز بقى معايا، ان انا جيت هنا عملت ديفايدد 5 ماينس 5. 5 ماينس 5 دي يعني 0، واحنا لما يجي لك ايكويشن تعمل ديفايدد 0؟ استحاله. حتى انت لما تيجي تعمل كده اي رقم 4 ديفايدد 0 بيطلع لك ماس ايرور. فهنا الغلط اللي حصل ان انا عملت ديفايدد 0 مش 5 ماينس 5. 5 ماينس 5 اللي هو 0، فعشان كده طلع لك ايه؟ اجابه غريبه اللي احنا كنا بنقول عليها ماس ايرور. فكده يا شباب وصلت لك وفهمتك يعني ايه الغلط اللي حصل هنا عشان تبقى فاهم كويس في الماس. لحد هنا انت لازم تبقى فاهم الحاجات التركات الصغيره دي وانت داخل اولى ثانوي. لكن في شويه حاجات كده ركز بقى معايا في اللي جاي ده عشان مهم جدا. في 3 اسئله تاني هنتناقش مع بعض فيها ونبدا نحل، بس انت مش هتفهم الحل بتاعها الا اول حصه في المنهج. يعني الجزء اللي احنا شرحناه كله ده المفروض تبقى انت فاهمه وانت داخل، اللي انت خدته في اعدادي او ابتدائي او ايا كان. لكن اللي جاي ده اللي انا هشرحه ده مش هتفهم الحل بتاعه الا في اول حصه باذن الله. بص يا شباب، هنا جه قال لك ايه؟ فاين سوليوشن سيتس. فطبيعي يا مستر انت هتقول لي اكس باور 2 بلس 4، هودي دي الناحيه الثانيه هيبقى اكس باور 2 ايكوال نيجاتيف 4، صح؟ فهتودي 2 دي الناحيه الثانيه روت اللي هو بوزيتيف نيجاتيف روت نيجاتيف 4، فيطلع لك ماس ايرور على الكالكوليتر. فبتيجي تقول لي يا مستر السوليوشن سيتس بتاعتك فاي. نسال بقى سؤال، ايه هو؟ انت هنا ده سكند ديجري، ازاي سكند ديجري والسوليوشن سيتس بتاعتك فاي؟ مش المفروض السكند ديجري يبقى ليها 2 سوليوشنز؟ ده اول حاجه. تمام؟ عاوزك تسال فيها وتقعد تدور وتبحث لغايه ما تطلع السوليوشن بتاعها. تمام؟ عشان الكلام ده طبعا هتفهمه في اول حصه، ليه دي فاي وفين التو سوليوشنز بتوعها. تمام؟ ده كان اول سؤال. تعالى في سؤال تاني برضو. الحاجات دي انا عاوزك تفكر فيها، وطبعا الناس اللي بتحب الماس هتقعد تفكر معايا. في ناس تانية كده الماس بالنسبه لها يعني مش قد كده،
هفهمك كل حاجه بالتفصيل وهبدا لك من تحت، ما تقلقش. تمام؟ تعال نشوف هنا سؤال تاني ليك برضه. هنا عاوز سوليوشن سيتس، حضرتك هتودي ده الناحيه الثانيه، يبقى x باور 3 equal 1. هودي الباور ده كيوبيك روت عشان ده باور 3. صح؟ يا مستر ما تحطش بوزيتيف اور نيجاتيف، احنا بنحط بوزيتيف اور نيجاتيف لو سكوير روت او اي حاجه الباور بتاعها ايفن، يعني 2 4 6 ايا كان. فتيجي تقول لي يا مستر ايكوال 1، فالسوليوشن سيتس يا جميل هنا هيبقى 1. حلو. سامع واحد بيفهم كده وكان مركز معايا بيقول لي يا مستر لو سمحت، مش دي ثيرد ديجري يبقى لازم ليها 3 سوليوشنز، فين انت عامل واحد بس، فين الباقي؟ هو ده اللي انا عاوزك تدور عليه وتسال كتير كمان. تمام؟ وهستناك في اول حصه تقول لي الحل ايه. طبعا انت مش هتفهمه دلوقتي، هتفهمه مع اول درس في المنهج بتاعك. هنا السؤال ده عاوز برضه سوليوشن سيتس ونمبر اوف سوليوشن، ده باور 3 باور 2. فحضرتك زي الشاطر هتعمل A وB وC. صح؟ موت ايكويشن 3. فطبعا لما تدوس على الكالكوليتور هيطلع لك ايه؟ السوليوشن سيتس بتاعتك ماس ايرور. فبتيجي تقول لي يا مستر السوليوشن سيتس بتاعتي فاي. ازاي دي سكند ديجري وتقول لي فاي ولازم فيها 2 سوليوشن؟ هو ده اللي انا عاوز افهمه لك. لازم تفكر، ما تعديش اي مصطلح يعدي قدامك كده، لازم تبقى فاهم ايه ده ويجي لي وعلشان ايه. ولما انت تكون سكند ديجري لازم يبقى ليها 2 سوليوشنز. تمام يا شباب؟ طيب وبكده الحمد لله يكون خلصنا اساسيات عندك. في جزء تاني هتلاقيه موجود على اليوتيوب، ماشي؟ فبرضه عاوزك تتفرج عليه، اساسيات قديمه، في حاجات كتير انت ممكن تكون عارفها وبتراجع عليها، لا انت اتفرج عليه وجري الحاجه اللي انت عارفها بتجريها عشان ما تضيعش وقتك، والحاجه اللي انت حاجه جديده بالنسبه لك اقعد ركز فيها. بس عاوزك تركز في الاساسيات والحاجات المفاهيم المهمه اللي احنا كنا بنتكلم عليها، علشان اخر حاجه اقول لك عليها الماس فهم مش حفظ. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.